الوضع العالمي ده المؤسف في حالة بلطجة دولية بشكل هيأثر على كل الدول. يعني الناس اللي فاكرة طول عمرها لا أصلا أنا بعيد، أصلا الأمريكان دول أصحابي، أصلا لا هي مش هتعمل معايا كده، لا مفيش حاجة كده. بما إن هم اعتمدوا مبدأ البلطجة هيسود على الكل، هيشاور على اي حد يقول لا والله انت سياستك الداخلية مش عجباني، لا والله حضرتك بتصدر لنا ارهاب. طب ما في معاهدات دولية معمولة وفي محاكم دولية معمولة. اللي حصل مع رئيس فنزويلا دي مش بس جريمة جنائية، مش بس نقد لكل المعاهدات الدولية، دي بتنسف منظومة القانون الدولي، ده انتهاك لكل المعاهدات، ده إرهاب، دي بتنسف شعور بالأمان بين الدول. ممكن ازاي قائد يروح زيارة لدولة تانية هو يضمن من مهما كانت متأمنة؟ ده بيقول لك طبعا فيلم الهابط بتاع ان هم دخلوا جابوه من اوضه النوم. هو ايه ده؟ يعني ازاي احنا مفروض نصدق الافلام الامريكيه اللي مستمره وبتضحك على عقولنا؟ اصلا هم كانوا زارعين له جاسوس جوه الاوضه بتاعته وعرف كل تفاصيل حياته. ما يعرف كل تفاصيل حياته، فين الامن؟ فين تامين الراجل ده؟ ازاي يعني؟ على راي اللي هو وليد السيسي يقول لك احنا لما نيجي نخش نجع من نجوع المخدرات بنقعد يومين عشان نعرف نخترقه وندخله. يعني زي ده رئيس دوله؟ انتوا بتتكلموا في ايه؟ واحنا المفروض نصدق برضو الكلام الفارغ والسينما الامريكيه؟ يعني احنا في السينما بنعديها على اساس ان ده سينما، لكن في الحياه العامه داخل تجيبه من اوضه نومه ازاي يعني؟ هو بغض النظر ان تم اختطاف الرجل سواء بقى بخيانة حد من حرسه هم اللي سلموه، ايا كان الوضع، الفكرة ان ده هينعكس على الدول كلها. الصين طلعت النهاردة قالت لك احنا هنحمي مصالحنا في فنزويلا، وبيطالبوا بالافراج عن رئيس فنزويلا وزوجته، والمظاهرات في امريكا على أشدها. حتى عمدة نيويورك طلع قال لك اللي حصل ده انتهاك للعهود الدولية، لأن كمان هيأثر على أمريكا نفسها، لأن في عشرات الآلاف من الفنزويليين موجودة في واشنطن نفسها. فالأمر خطير، الأمر خطير. لكن بما إن احنا عارفين ترامب هو بيعمل الخطوة الأولى بس وبعد كده بقى يشوف الدنيا هترسي على فين ويقرر بناء عليها بقى الخطوة التانية هتمشي ازاي. هو غير سياسة امريكا اللي هي مفروض بتحط الاحتمالات لأي امر وتدرسه وتشوف الاتجاه ده رايح فين والاتجاه ده رايح فين، بقوا ماشيين هم كمان في خط عشوائي. لكن ده لازم يكون ليه وقفة من جميع الدول، لازم جميع الدول يكون لها وقفة ضد البلطجة الأمريكية، لأنها هتشاور على أي حد. طبعا الوطن العربي الأولى إن هو يتحد مع بعضه، لأن أمريكا كانت بتحمي الخليج علشان البترول. دلوقتي ما هي مش محتاجة البترول حضرتك، فهتسيب بقى اللي يضرب يدخل عليك، يدخل تزرع لك مظاهرات جوه. فالدنيا عايزة يبقى فيه تكاتف اكتر من كده، لان الامر رايح في سكة خطر جدا على العالم كله. ولما كنا بنقول ان احنا على مشارف حرب عالمية ثالثة كنا بنتكلم على روسيا واوكرانيا واللي بيتحالفوا معاهم، لكن ما يوصلش الامر لدرجة انه يوصل كمان خطف رئيس فنزويلا. اللاجئين دلوقتي أصبحوا خطر جسيم على مصر في ظل الوضع اللي حاصل عالميا، لأن البهوات ممكن يشتروا عندك أي حاجة ويبيعوها لأي حد، ويبقى الحد ده موجود بشكل قانوني جوه دولتك. وشوف بقى الوضع هيبقى عامل إزاي. ترامب ده مشكلته كالعادة إن هو بيبدأ الخطوة الأولى وترسي مكان ما ترسي بقى. هو عشان كده كان حريص ان هو يأمن الغاز لإسرائيل، كان ان هو خلاص دلوقتي خد البترول بتاع فنزويلا، وبعدين عندك بقى منظمة الأوبك بقى تشوف حالها بقى، هي تتصرف تحمي نفسها ما تحميش نفسها. إيران هتضربها، إيران مش هتضرب إسرائيل، تخش بقى تلعب جوه. رئيس سوريا استخبى في تركيا ومحدش عارف الحقيقة. الدنيا في حالة تطور سريع جدا، لو حصلش تضافر للجهود من الوطن العربي، روسيا والصين وأوروبا انضمت لهم ويبحثوا الأمر، احنا هنمشي في سكة خطر. فكرة ان القوة هي اللي بتسود مش القانون هيودينا في سكة بلطجة لا رجوع
منها، وكل واحد بقى يستخدم السلاح النووي بقى، ما هي بقت القوة قصاد القوة مش قصاد القانون. لا لا لا، ده هيتحكم بقى ويشاور وانت مش عاجبني وانت سياستك الداخلية. وبعدين ليه عارفين ليه اختار الوقت ده علشان يقبض على رئيس فنزويلا؟ لان في دوشه في ايران، في مظاهرات بسبب رفع الدعم وغلاء الاسعار، ففي مظاهرات جامده جوه ايران. قال لك هو دلوقتي وقت مناسب، الناس كلها ملتفته هناك، دلوقتي ندخل نستفرد فنزويلا. رئيس فنزويلا اكتر رئيس غير عربي، اذا كان يعني في رؤساء عرب دعموا القضيه الفلسطينيه، وهحط لكم تصريحاته قد ايه الراجل ده كان جريء. Cada vez que cae un misil de alta precisión sobre un edificio de apartamentos en Gaza y mata hombres, mujeres y niños, cada vez que cae un misil sobre Beirut o sobre el sur del Líbano, esos misiles incendian y destruyen el sistema de Naciones Unidas. ¿Dónde está la Corte Internacional de Justicia? ¿O es que fue creada solo para perseguir a los países del sur? ¿Dónde está el sistema de justicia de Naciones Unidas? Solo para sacar documentos, comunicados, y la vida de los niños y niñas de Palestina no valen. Alcemos con fuerza la voz y busquemos un plan práctico también, audaz, para una refundación del sistema de Naciones Unidas que agoniza ante el surgimiento de corrientes nazis y fascistas a lo largo de esta coyuntura histórica tan dolorosa. Un nuevo mundo es posible. Creemos que un nuevo mundo ya ha nacido. الراجل ده جاي بشرعية، جاي بانتخابات صحيحة، بانتخابات حقيقية، فلازم المجتمع الدولي يتحرك لحماية الشرعية، حماية الشرعية ورفض البلطجة. لكن اللي بيحصل ده احنا داخلين على بلطجة دولية لا مفر منها. ومجرد ما خد الراجل ومراته بيهدد كوبا، كولومبيا والمكسيك والدنمارك تاني عشان جزيره جرينال ديت، وعايز نوبل السلام. ويقول لك انا اطفأت 7 حروب من ضمنها مصر واثيوبيا على اساس ان احنا كنا بنحارب بعض. لا، ففي هوس عند الراجل ده. بعد الفتره دي ما يمشي، الانطباع ده هيفضل عند اللي موجود بعد منه. يعني عايز اقول لحضرتك دايما اللهجه الاستعماريه تفضل موجوده تحت غطاء الحريه والديمقراطيه. ايوه، لانها هتبقى سياسه. احنا بقى فين كعرب؟ احنا فين؟ ليه ما نستوعبش احنا الدرس ده كعرب؟ ليه ما يكونش فيه وحده عربيه ووحده اقتصاديه ووحده نتوحد في كل حاجه؟ يعني الرئيس السيسي في بدايه المده ديت لما اتكلم العرب، لو تفتكري معايا، اللي قال لك نعمل جيش عربي موحد للتدخل السريع في اي حاجه لحمايه العرب. كله مش عارف ايه، كله راح الخبر، كله رفض. طب ليه؟ عشان خاضع لسياسه بره، خايف. هو دايما لما يعمل قرار يقول القرار وعينه على بره، خوفه من بره، خوفه على الكرسي اللي هو قاعد عليه. انما احنا كشعوب لو كلنا ورا حكامنا وحكامنا اطمنوا لنا واحنا اطمننا لحكامنا ونستوعب الدرس، والله العظيم هنبقى في حته تانية. بامانه الله قسما بالله، رغم ان انا واحد من المتضررين، بس قسما بالله انا مع الدوله قلبا وقالبا في تحديث الجيش والبحريه والدفاع الجوي وسلاح الطيران. لا، لازم مصر تبقى قويه. احنا نختلف مع بعض في جميع في اي حاجه، نختلف في جميع السياسات عادي، انما عند جيش بلدنا وقوه بلدنا وحدود بلدنا، قسما بالله المصريين دول ياكلوا الدنيا بضوافرهم. لا، فالله اكبر. يعني في تحديث جيشنا كان في ناس كتيره يعني دايما تتكلم عن الفلوس دي راحت فين، وليه لازمته التحديث، وليه لازمته مش عارف ايه، وليه لازمته اللي مش عارف عايزين ايه. لا، الجيش فعلا، الجيش لازم انت قوي. بص، العافي برضه زي ما الرئيس قال كده، العافي ما حدش ياكل لقمته. كل ما اشوف حاجه زي كده افتكر الكلمه دي، العافي ما حدش يقدر ياكل لقمته. فكرت